معك انت حياتي غير. واصلي هلا من تونس الخضراء وحمل معك تكريم جديد. يوم عن يوم عم بيزيد حبك لتونس، وقديش عم بيعبروا لك عن محبتهم لك. صرت عن جد ما بعرف شو بدي اقول هالبلد الحلو لهالشعب الحلو. كثير سعيده بالتكريم من جريده الجمهوريه، تقدير وحب من قبل وزير الثقافه على العطاء الفني اللي عم بعمله هيدا. هي للمره الثانيه. للمره الثانيه، فقلت لهم انه في شغله كثير حلوه، انه دائما نجاحاتي من مشواري بدايته لهلا بتونس، يعني الحمد لله انه ولا مره رحت مهرجان او حفله او كذا كان في هيك إلنا، يعني الحمد لله. ان شاء الله يا رب خمسه وخماسه ما حدا يسيبنا بالعين يعني، فبتشكرهم. صارت احاديث هيك فنيه ما بينكم؟ كثير. انا وليد توفيق كثير طول الطريق مع رولا. كان انت وليد انحكى تعملوا ديو مع بعض؟ في اشياء كثير سمعني حلوه بالالحان، ان شاء الله بيكون في لحن حلو منه. ديو حابينك بديو باسكال. طب خلص يلا، في شيء كمان حكى فيك، بس بتعرف قلت له هالمره دائما بنتلاقى وبنحكي، هالمره لازم ننفذ، فرح نعمل جلسات، واول ما يكون في شيء جدي بيكون اول واحد بالجلسه بتبلش تاخذ هيك اخبار صغيره. طلبوك ليش ما قدمتي لهم بعملك الجديد شيء تونسي او شيء مغاربي؟ مزبوط. واصلا بالحفله غنيت انا حبيته. في 3 اعمال جايبتهم معي. في شيء انعمل لإلي بعدين بنحكي عنه، وفي شيء فولكلور عن جديد رح يتحضر بسرعه كثير، يعني مش رح خليه وقت طويل، ورح نحضره كليب تصوير بتونس، لانه كثير الحب اللي قدموا لي. اقل شيء صور غنيه بتونس، وغنيه رائعه جدا. كمان تم تكريمك بلبنان من احدى المجالات الفنيه، مجله ريتا بالكازينو، عاملين تكريم ممثل بقائد الجيش، وكمان على عطاء الفني هول الاشياء يعني حلوين، لانه بيعطوك انك تحب اكثر الفن وتعطيه اكثر. كل تكريم ان كان من مصر او من الجيش اللبناني او من اي بلد بيعطيك حافز تقدم دائما الاشياء الحلوه. على اي اغنيه رسي القرار انه تصور؟ خلص رسل القرار. سلم لك قلبي. حتعلن اسم المخرج او المخرجه؟ بعد خليها سربريز، لانه في شيء مغير هالمره. جديد ولا من اللي تعاونتوا معهم سابقا؟ اول مره بتعامل معهم. شو عندك غير الكليب ان شاء الله بالفتره الجايه؟ هلا تصوير الكليب، برجع رايحه فاكيشن انا وماما واختي يونان كمان اسبوع، وفي حفلات ان الله راد بعد الاضحى مبدئيا بلبنان وبتونس راس السنه. يعني مبدئيا هالمره مش عندكم كندا. بنهايه اللقاء نتمنى المزيد من